نعوذ بالله من البدع والضلالات ومن عذاب النار. أيها الأحباب الفضلاء، في حصة الأمس تحدثنا عن شاب من شباب الصحابة الذين كان لهم السبق في الإسلام، والذين كانت لهم قصة خاصة تميز بها من بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني تحدثنا عن الحياة الأولى ما قبل الإسلام، وفي المرحلة الأولى من دخول الإسلام للصحابي الجليل صهيب الرومي، باعتباره أول رومي من بلاد الروم دخل في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صهيب صابح الروم. انتهى بنا الحديث إلى الهجرة وتلك القصة المؤثرة التي سجلت لهذا الصحابي الجليل حين باع دنياه بأخرى، اشترى الآخرة بالدنيا. بعدما تعرض للابتلاء والاعتداء كغيره من الصحابة، عمار بن ياسر ومصعب بن عمير وغيره من السابقين إلى الإسلام من شباب الصحابة، انتهت به الرحلة إلى أن ترك الدنيا، ترك مالا كثيرا، ترك ذهبا، وهاجر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله. فلما لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في قباء تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه ووقف وقال: ربحت التجارة أبا يحيى، ربحت التجارة أبا يحيى. وهذه كنية كناها بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فظل يسمى أبا يحيى. ومعروف تشريف، التشريف عند العرب بذكر بالكنية هكذا، حين ينادى الإنسان بابنه أو بأبيه. هذا الرجل نزل فيه القرآن، فما زال ذكره يتلى في القرآن، يتلى فعله، لم يذكر باسمه الصريح. الصحابي الجليل الذي ذكر باسمه الصريح في القرآن كما تحفظون جميعا هو زيد بن حارثة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. لكن هذا ذكر بفعله، ذكر بتضحيته، تضحيته سجلها الله عز وجل من فوق 7 سماوات، ما زلنا نقرأها. وما زال المفسرون من بداية تفسير كلام الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل من وقف عن هذه الآية يقول: نزلت في شأن صهيب، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الرغبة الصادقة الصحيحة فيما عند الله سبحانه وتعالى، الرغبة في رضوان الله، التصديق بموعود الله، اليقين في الغيب، قمة اليقين في الغيب. وهذا ما بعده يقين، أن يرفع العبد يديه عن كل ما يملك، رغبة في الله وفي رضوان الله وفيما عند الله سبحانه وتعالى. هذه قمة التصديق. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بعباده، وهو من جملة من نزل فيهم آيات قبل هذا، الذين ابتلوا ثم هاجروا بعد هذا الابتلاء، امتحنوا وفتنوا ثم هاجروا، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. هو مصعب هذا صهيب يحكي بكلامه في قصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، بعد أن بلغ المدينة، يقول كما ذكر ذلك أصحاب السير وكتب الرجال ذكرت هذا. قالت: يقول في علاقته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجلسا ولا عقد بيعة إلا كنت فيه، وما سرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية
ولا غزا غزوة إلا كنت عن يمينه أو عن شماله. وقلنا إن هذه منقبة خاصة لم تتحقق لكثير من الصحابة حتى من السباق في الإسلام، وهي منقبة حضور المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء حين يصنفون الصحابة يصنفونها حسب الأفضلية والأولوية والأسبقية، يراعون كثيرا هذه المنقبة. من حضر بدرا؟ البدريين والذين حضروا أحد، الذين حضروا المشاهد كلها. يعني لم يكتب لعدد من الصحابة هذه المنقبة، وهو أن يحضر جميع الغزوات من أولها إلى آخرها. الذين حضروا بدرا شرفهم الله تعالى بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في شأن تلك القصة، قصة الصحابي الذي هم عمر أن يضرب عنقه، قال: وما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أصحاب بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه منقبة عظيمة حين يقول: ولا غزا غزوة إلا كنت عن يمينه أو شماله، وما جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين عدو. ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عدو، دائما يكون أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أحد الصحابة لعله ابن مسعود وغيره كان يقول: كنا إذا اشتد القتال، إذا اشتدت المعركة وحمي الوطيس اتقينا برسول الله. كان الصحابة يتقون برسول الله نظرا لشجاعته وقوته عليه الصلاة والسلام. وصهيب هذا يقول: ما جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين عدو، وما خاف الصحابة من الخلف إلا كنت خلفهم، وما خافوا من الأمام إلا كنت في الأمام. يعني دائما كان يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفديه ويحميه، يضحي بنفسه. ولكن الله عز وجل كتب له هذا الفضل، وهو أن يشهد كل هذه المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المشاهد مع أبي بكر الصديق، ثم المشاهد مع عمر رضي الله عنه، ثم المشاهد مع عثمان. فلم يمت هذا الصحابي الجليل إلا في سنة 38 للهجرة، 38 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذه منقبة عظيمة أكرم الله عز وجل بها هذا الرجل، حيث شهد جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت من خصاله الذي كانت فيه السخاء والكرم والجود، بحيث كان يأخذ نصيبه من بيت المال، يأتيه نصيبه من بيت المال فلا يبيت عنده، لا يبيت عنده نصيبه من بيت المال. وإذا قال الناس هذه العبارة لا بد أن نحاول أن نتصورها. كيف واحد يأتيه راتبه الشهري من بيت مال المسلمين ثم لا يبيت عنده، ينفقه في سبيل الله؟ حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني لامه في ذلك، لامه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحاسب في خلافته، يحاسب رعيته عن كل صغيرة وكبيرة، فعاتبه وقال: إنك تنفق إنفاقا فيه إسراف، أنت تسرف في الإنفاق. ينكر عليه هذا الذي يفعل، فقال: والله ما حملني على هذا إلا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الناس كيف يسمعوا الأحاديث ويطبقونها، كيف يتعاملون مع الشرع، مع كتاب الله، مع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم، وحديث من روايته يقول: خياركم أكثركم إنفاقا. خياركم من أطعم الطعام وأفشى السلام، خياركم من أطعم الطعام وأفشى السلام. يعني الرجل كانت عنده رغبة
أن يكون من الخيار. وهذا كلام قلناه كثيرا. المسلم ينبغي له أن يختار لنفسه عملا يتميز به. لا بد أن يبحث كل منا لنفسه عن ميزة يتميز بها. وقلنا إنه غدا يوم القيامة سينادى على أصحاب الميزات. إذا كان الناس اليوم في الوظيفة العمومية أو في التشغيل يختارون المتفوقين في الدراسة، فأيضا في الآخرة ينادى عن المتفوقين. حين ينادي المنادي الأول والناس في موقف المحشر ينادي على أصحاب الميزات. فابحث لك عن ميزة تتميز بها عن غيرك، تكون صدقا، تكون سخاء وكرما، تكون صبرا، تكون عفوا، تكون رحمة، تكون يعني ابحث لك عن عمل، ابحث لك على شيء عمل يجعلك مميزا عند الله سبحانه وتعالى حين ينادى على المتميزين. فالرجل همته كانت عالية، الرجل كانت همته عالية رغم ما مر به من الابتلاء في صباه، في بداية دخوله في الإسلام، في مراحل حياته كلها، لكن يعني كانت همته عالية، فكان يبحث له عن ميزة تميزه. فقال ما حملني على هذا إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم، الخيار أصحاب الأفضلية، من أطعم الطعام وأفشى السلام، تسلم على الناس. كم يكلف الإنسان هذا الخلق؟ هذا شحال يكلفك؟ لا يكلفك كثيرا. لو أن الإنسان ندب نفسه أن يسلم على كل من لقيه، يكون لهذا ميزة في حياته، يسلم على كل من لقيه، لا يلقى على الذي يقول السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. يعني رددها بلسانك، دندن بها في حياتك، تجعل لك ميزة عند الله سبحانه وتعالى أنك كنت تفشي السلام كثيرا. قال ما حملني على هذا إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم من أطعم الطعام وأفشى السلام. إطعام الطعام، ما تيسر من الطعام. يعني الإنسان لا إذا سمع الإنسان بإطعام الطعام لا يستحضر أمامه تلك المواهب الضخمة الكبيرة التي تنفق فيها أموال طائلة، وأنه لا يحصل الإنفاق إلا بهذا. أنفق من اليسير، ما تيسر لديك فأنفقه، والله سبحانه وتعالى يبارك فيه حين يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبك ونبيك وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على